لعبت 6 عدات. افضل عدد مجموعات ممكن العبها العضله في الاسبوع. اختار تمرينه واحده لكل عضله. تلعب تمرينه ايه؟ النهارده كده تمرين كتف ودراع. هصور لكم التمرين 8 تمرين. هنبدا الاول طبعا نسخن كويس. خلاص دي اول حاجه رفرفه جانبي بالدمبل. هلعب اول دور تسخين وبعدها هبدا المجموعه الاساسيه. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله. ماشي كده خلاص. هنبتدي اول دور اساسي. الدور اللي فات كان تسخين. هنزود الوزن شويه وهنلعب من 10 ل 12 عدد. أيدك بنصره والمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما كده خلاص خلصنا اول دور. لعبت حوالي 10 عدات. دايما بشوف الناس في الجيم بتطلع اعلى مستوى كتفك كده، بتشتغل الترابيس اكتر. بشوف الناس برضو بتطلع بالمعصم اللي هو بايدك لفوق. وانت طالع بتمرين كتف جانبي الدفعه تبقى جايه من كوعك وتطلع مستوى الكوع كده لحد مستوى الكتف. هنبتدي خلاص اخر دور. بقيت الوزن اقدر عليه. ممكن مثلا لو جبت حوالي 6 8 عدات انزل دروب 6، انزل نص الوزن والعب دروب 6. حسبك الله يا أيها النبي حسبك الله ومن لعبت 6 عدات. الوزن كان تقيل شويه. هننزل بالوزن النص وهنجيب نفس العدد برضه. يا أيها النبي أحرض المؤمنين على القتال. كده خلاص خلصنا اول تمرين رفرفه جانبي. هنبتدي بقى. وبما ان انا شغال كوتش فلور فحبيت اجاوبكم على بعض الاسئله اللي بسمعها كل يوم في الجيم. في ناس بتسال مثلا تقول لك اتمرن كام يوم في الاسبوع. هو مش لازم عدد ايام معين. العدد الايام اللي هتعرف تلتزم بيها ممكن يومين 3 ممكن 5 ايام كده تعمل عضلات كده تعمل عضلات. مش شرط عدد ايام معين. هلعب بقى ادخل على الكتف الامامي. هلعب رفرفه برضو بالدمبل. مش محتاج اسخن ادخل بالوزن تقيل على طول. فإن تكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن طبعا انا بفضل العب بريسات اكتر بس مش دايما العب بريسات. يعني لازم نغير رفرفه مره بريسات مره الكلام ده. في واحد تاني بيسال بيقول افضل عدد مجموعات ممكن العبها العضله في الاسبوع. بتختلف طبعا حسب هتلعب العضله كام مره في الاسبوع. بس هو الرينج المظبوط ممكن من العضله الصغيره من 3 ل 12 مجموعه مثلا في الاسبوع او من 6 ل 12. والعضلات الكبيره بتحتاج من 12 ل 24 مجموعه في الاسبوع. بس طبعا ما تلعبش ال 24 مجموعه لو بتلعب العضله مره واحده في الاسبوع. لو بتلعب مثلا اللي هو البروس بليت عادي تروح تلعب في اليوم واحد تلعب 12 مجموعه 24 مجموعه. ممكن تقسمها على حسب ايامك. يعني مثلا ممكن تلعب يوم 12 يوم 12 او يوم 10 ويوم 10. دور تاني للكتف الامامي بس ما صورتوش. اقول لكم برضو سؤال. واحد بيسالني انت بتتمرن بنظام ايه؟ بتمرن ارنولد سبليت عادي بس بزود يوم. هو المفروض 3 ايام انا بزود يوم رابع. بلعب فيه بنقي. يعني مثلا اول يوم بلعب بنج وظهر، ثاني يوم بلعب كتف دراع، ثالث يوم رجلين، بزود يوم رابع بنقي في العضلات الضعيفه عندي. يعني مثلا بلعب اللات السفليه وبلعب كتف وتراي. خلاص خلصنا الامامي والجانبي. هنبتدي بقى على اخر حاجه في الكتف هنلعب خلفي. هلعبه برضه على جهاز الفلاي هنا. هلعبه دورين برضه. واتقوا الله إن الله غفور رحيم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم. خلصنا هنا اول دور. انا بلعب هاي انتنستي لو فوليوم. يعني بلعب العضله تمرينتين بس مجموعتين بس كل تمرين. بلعب مثلا من 8 ل 10 عدات اقصى حاجه باقصى وزن اقدر عليه. يعلم الله
كده هندخل على اخر دور للكتف الخلفي. خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل خلصنا الكتف كامل، هنبدا بقى على تمرين الترابيز. هنلعب اشتراك زينة على الجهاز، وده جهاز بنج بس عادي بيشتغل ترابيز عادي. إن الذين اهم حاجه تحاول تثبت فوق سنتين وتنزل بالراحه تعمل ستريتش. جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هنريح حوالي دقيقتين برضه وهنلعب دور تاني. بعضهم ده في واحد بيسأل بيقول لي لو هتختار تمرين واحدة لكل عضلة تلعب تمرين ايه؟ الناس دايما بتسمع الأسئلة على السوشيال ميديا على اليوتيوب الكلام ده، تيجي تسألها هنا في الجيم. بس هجاوبكم عليه عادي. لو هختار تمرين كل عضلة، بس هنبدأ بالبنج. هلعب الكلين على السميث، البار على السميث، الظهر هلعب تي بار، الكتف هلعب رفرفة جانبي. لو هختار باي مثلا هلعب أي حاجة بريتشر عادي بس يكون فيها ورا جسمي، ولو سبورتد عادي أحسن برضه. والتراي هلعب اي حاجه اوفر هيد، دمبل بقى، او ممكن العبها على الكيبل. كده بقى ايه؟ الرجلين وما اسالش على الرجلين، هو بيسال الاور. فالرجلين هلعب كوادريسبس، هلعب ليج اكستنشن. الخلفيات هلعب ليج كيرف. كده تمام. اعتقد بقى كده لعبت كل عضلات جسمي. هندخل اخر تمرين للترابيز، وكده بقى لنا شكلين باي وشكلين تراي. أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا كده هندخل على الباي. هنلعب اول حاجه بالمسطره المستويه على الكيبل. والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد نلعب شكل باي مع شكل تراي سوبر عشان نخلص على طول بس عشان الوقت. فأولئك منهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل دي الميزه الوحيده اللي اكتشفتها لما تكون كل فلور، ان انت تقدر تختار الوقت اللي الجيم بيكون فاضي فيه وبتنزل فيه. دي يعتبر الميزه الوحيده في انك تكون كل فلور. كده هدخل على اخر الدور في الباي. في التمرين ده هلعب برضو ده سوبر الباي مع تراي سوبر. أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. اتفضل يا هندسه. أخذ الله سوا. ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لسه بتلعب باي مع تراي هتعمل لك ضغط دم اكبر في الدراع، هتحس شكل دراعك اكبر. ندخل بقى على اخر تمرين. ندخل على اخر تمرين هنلعب بالكيبل اوفر هيد، نلعب مع تركيز بريتشر كيرل على الجهاز برضه. أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بما
مفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين كده يكون خلصت تمرين النهارده. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك، واستنى الفيديوهات الجايه.